السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بأحسن صحة والعافية. ربي نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. غادي يكون تتمة ديال القصة ديالنا. نتمنى انكم قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الا كنتو اول مرة غتشوفوني. واللي ما شاهدش الاجزاء الاولى يمشي يشاهدها باش يقدر يفهم القصة، ومن الناس اللي شاهدوا الاجزاء الاولين فمرحبا بكم في الجزء الخامس من القصة. خليكم ونبداو قصتنا. عيني ما غمضتهاش ديك الليلة حتى الصباح، وانا تبكري خرجت من الدار وقصدت الليسي. بقيت واقف عند الباب غير بوحدي، وملي عمرت الدنيا بنادم كيشوف فيا وحاضيني وكيدوي عليا. مفهمت والو، مشيت قاصد واحد الجماعة نسولهم، وهما يصدموني. شنو كاين. لقيتهم وصلهم الخبر ديال أشرف، شي واحد ساكن حداه شافو منين كان أخوه وباه جايبينو للدار وهو في ديك الحالة. في المغرب ديالها غير زوينة توصل. نقز واحد خونا من ديك الجماعة قال لي داك الهبيل ديال صاحبك مالو. غير خرج ديك الكلمة ديال الهبيل من فمو وانا نشنق عليه. جيت وحكمتو مزيان وتجمع عليا بنادم ويرجع داك الصوت تاني كيهدر ليا في ودني وكيقول لي قتلو راه عاير، قتلو. الولد غادي يخرجو. عاد انا فقت من ديك الحالة ديال العصاب اللي كنت فيها وطلقت منه. قلت لبنادم فرت كل جوقة ومشيت للجريدة ديال ليسي، وكنشوف ولادو داير فيا دوك الشوفات ديال التهجد. والبنات كيشوفو فيا يوسف وهو صاحبو ودارو كيدوي مخرج مشروع وردو فوسطيتو للدار. دخلنا القسم كنعملو الشمس، كلشي بعد مني خلاوني مريح في الصف غير بوحدي. ما عرفتش واش خايفين مني ولا غير شقات ليهم. اصلا ما عنديش مع بنادم بزاف، كان عندي غير واحد ودابا راه خسرته وما بقيتش مسوق لك حل الراس. دارت هذيك الساعتين وخرجنا. قصدت الدار ما دويت مع حد حتى مع واحد. دخلت لبيتي وعيطت لي الوالده ديال اشرف، سولتها عليه قالت لي راه ديناه للسبيطار. خيطنا ليه يديه ومع كيغوت بشي هضره ما مفهوماش. دينا عند واحد الطبيب ديال الحماق وعطاه شي دواء وقال لنا بلي من الاحسن ليه يبقى غير في الدار وما يخرجش. كنسمع صوت البكا ديالهم في التليفون وقلت لها الله يدير لي فيها الخير. وهنا سالت حياة اشرف العاديه، حيت هبل ولا كيهرب ليهم من الدار، وكل ليله كيمشيو يجيبوه من المول وديما مشرط يديه. وهذا الشيء بسبب يوسف اللي كان عايش حياته عادية بحال أي واحد طبيعي، وبسبب قلة العقل ديالو ضيعت حياة أقرب واحد ليه، خوه وصاحبه. وهذا الشيء اللي مازال ما سالاش. الوطني بشوية بدا كيقرب، وأنا غير داير الخاطر للدار. صافي مرة كنراجع شوية، وفي هذا الشهر حالتي تصعبت. وليت كنطيح بزاف، وليت كنخاف من الملح بزاف. معرفتش علاش كل ليلة كنشوف نفس الحلم، كنشوف راسي كنقتل في اشرف. ما تعجبش نفس الحلم اللي كان كيشوفه هو وليت كنشوفه انا. بنادم حتى هو مبقاش كيهضر معايا، وحتى الوالد اللي منه من الحمود ومو بعد مني. واحد النهار سمعتو قال الوالدة كون غير مات وهنانا مني. سمعتو قالها مكرهتش نموت تجي وتديني، ولكن حتى هي تخاصمت معايا. الوطني غادي كيقرب قتل الاستماع، وانا درت اشرف بين عيني، حيت كنقالب لها نقتلو نهار قبل الوطن. وواخا ما تيقشوش داك النهار، ولكن هادشي اللي شفتو في الليل وليت هادشي بنادم مخلوق من الامتحان. انا مخلوق من حاجة اخرى. السيمانة ولا 3 أيام ولا يومين وصلنا قبل الوطن، وحاس بلي شي حاجة غتفوقنا. هاد النهار وصلنا باش واحد تكتب باش متلفوش وتنسى كلشي.
ما خرجتش من بيتي داك النهار حتى السبعة ديال العشية. مشيت حدا الجرف اللي عاودت لكم عليه. السيمانة ولات 3 أيام، و3 أيام ولاو يومين. وصل النهار قبل الوطني وحاسس بلي شي حاجة غادي توقع. هاد النهار وصلونا باش منحلو حتى كتاب، باش ما نمشيو نتفراشاوش ويتنسى علينا كلشي. ما خرجتش من بيتي داك النهار حتى السبعة ديال العشية. مشيت حدا الجرف اللي عاودت لكم عليه، وتقابلت مع البحر ونسيت راسي ونسيت المشاكل. حتى شفت الساعة ولقيتها 9. بديت اراجع بحالي ودزت من واحد الدرب باش نوصل بالزربة. شديت الطريق وانا نسمع واحد الصوت ما غريبش عليا، غوت عليا بالجهد وقال لي يوسف. تلفت وانا نلقى اشرف. شداتني الخلعة وتمنيت داك الحلم كون غير كذوب، وتمنيت انا نموت اليوم. كنشوف في يدو شفت واحد الموز ما دوا ما والو، بدا جاي كيجري عندي. هو جاي عندي كيجري، بدا جاي كيجري حتى وصل عندي. وقف قال لي راهم بغاوك اليوم، واليوم نيت غادي تمشي بعيد وشنق عليا وغيقتلني. ماشي بهاد الطريقة غيذبحني. كل واحد فينا عنده ديك الغريزة ديال البقاء، وحتى انا بنادم بقيت مضارب معاه. كنتعابزو وكنحاول نخلي الموت بعيد عليا، وبقينا مجرين حتى كل واحد كيجرب شي، حتى حسيت بالموز مشى جهة أشرف والدم بدا كينقط في شرطي. هو شاف فيا وبدا كيضحك وفاق من ديك الحالة اللي كان فيها. قال لي قلت لك راك غادي تقتلني. تيقتني دابا. انا فاش بقى الموس في يدي لحقتو ومشيت كنجري عندو وانا مغزول بديت كنبكي. كنقول ليه اسمح لي انا سبب في هادشي، انا اللي قلتك، انا دابا اللي قتلتك. وانا كل معترف صوتو بشوية بشوية غادي يقل. واخر حاجة دارها تهنى في الوليدة. من بعد طاح من بين يديا. عرفتو مات خويا اللي ماشي من دمي، خويا اللي كان في ما غار عليا شي حد كيدافع عليا. خويا اللي كنا متفقين انا وياه من شحال هادي، كنا باغيين نشدو الباك ونفرحو والدينا. ولكن دابا واحد غيمشي للقبر وواحد غيمشي للحبس. وانا كنكتب دابا تفكرتو وانا كنبكي. اللي عنده شي صاحبو يتهلا فيه، واللي ما عندوش يعرف يختار. اشرف عمرني ما نسيتو، عمرني ما غنساه. ريحت حداه وبقيت كنبكي حتى سمعت بنادم كلشي كيوشوش عليا، كيعيطوا للاسعاف والبوليس. جات صافيت هزاتني والاسعاف هزاتو وهو مشى للقبر وانا مشيت للمجهول. وصلنا للكوميساريه ولاحوا لي فواحد البيت بوحدي غير الظلمه. خلوني تماك واحد 12 ساعه عاد جاو ليا. دخل غير واحد البوليسي قال لي علاش قتلتيه. جاوبتو قلت لي غير غلط، وهو اللي حاول يقتلني من الاول حيت هما قالوا لي. البوليسي قال لي شكون هما. جاوبت له قلت لي هادوك اللي حضرناهم منين تفرجنا في الفيديو، عارفك ما غتيقنيش. قال لي البوليسي كيبان لي راك مسطي. وخرج وجاو ليا شي واحد، جابوا لي واحد وبدا كيسول فيا وقلت ليه داكشي كله اللي وقع. من بعد من بغى يخرج شاف البوليسي وحرك راسو، يعني هاد السيد راه مسطي. دازت واحد 3 ايام كان خاصني ندوزها في الامتحانات، ولكن الاقدار بغاتني ندوزها انا. جا الصباح وهما يجيو جوج هزوني وداوني في واحد ستافيت، ولكن ما داونيش للحبس، داوني للبرشيل، داوني للسبيطار الحماق. في الباب لقيت ميمتي بوحدها كتسنى فيا. طلبات دوك الجوج باش تعنقني. اخر ناري لقات قلبي طايح. حلفت انا ما طلقت منها. هي
أنا كنبكي حتى فرقوني عليها. دوزت 6 سنين مريضة، واحد مات وصلتني أخبارها، وهي أختي اللي جات تشوفني تقول شي حد مواش تفكر. أنا كنشوف داكشي مقدرش يشوفو بنادم معايا، كنشوف الجن، كنشوفهم كيدويو جيت قلتي باش نتمنى تكون فهمتي ميساج القصة. نتمنى أنك متكرهنيش، نتمنى أن قصتي تشتهر ويقراها بنادم باش ما يكررش أغلاطي. بعد على الزعامة، عارف شكون تعاشر وتهلا في ميتك. عشت هاد المدة وأنا كنتسنى الموت، ما كاين ما صعب أنك تعيش وأنت كتسنى فيها. اليوم قالوا لي بلي اليوم غنمشي عند أشرف، وها هما دابا قدامي صراو بيا باش نشرق راسي. ها هما مجموعين وأشرف معاهم. أنا مشيت، أنا النهاية. هاد القصة ديال اللعنة كيف ما لقيتها في كتابو، نتمنى اللي غيسمعها يفهم الميساج ديالها ويبعد على الأخطاء اللي دارهم.